السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. في أزهى تألقه الخنوس يسجل ويحطم أرقامه. أبدع الدولي بلال الخنوس في رفع أهداف مباراته التي فاز بها فريقه جينيك برباعية نظيفة أمام ضيفه مالين برسم الدورة 11 من البطولة البلجيكية. وسجل الخنوس الهدف الثالث في الدقيقة 75 من تمريرة حاسمة من اللاعب هايمين بعد أن سبق كل من بونسو باها في توقيع الهدف الأول في الدقيقة 16، ثم هايمين في الدقيقة 41، ثم ختم المغربي الثاني البديل أنور أيت الحاج أهداف المباراة في الوقت البديل الضائع، فيما حضر الأولمبي زكريا الوحيد المباراة بكاملها ولأول مرة. وبهدف الخنوس الذي غادر المباراة في الدقيقة 80 يكون قد رفع الغلة إلى 3 أهداف من 11 مباراة، محطما رقم أهدافه للموسمين الماضيين بتوقيعه فقط هدف واحد، وهو ما يعني أن الخنوس بدأ يختمر في بناء الهجوم والتقدم أكثر إلى المرمى. وارتقى فريق الخنوس بالفوز الجديد إلى المركز الرابع برصيد 18 نقطة.